الكيان بيزود كمان درجه من درجات الاشتباك مع ايران، وبيضرب حقل باريس للغاز الطبيعي الموجود في ايران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء. السؤال هنا كينج، هو كده امريكا والكيان يا كينج قروا الفتحه على ايران وهيضلموها خالص ولا ايه اللي بيحصل؟ الاجابه لا طبعا. امريكا بتلاعب النظام في ايران، بتساومه. خلي بالك، انا مش هضرب لك محطه الكهرباء دلوقتي. انا هضرب لك بس الغاز اللي بيروح لها. هتراجع نفسك ولا ايه؟ هتختار الانتقام ولا البقاء؟ ما تحافظ بقى على اللي باقي في دولتك، حافظ بقى. طب امريكا يا كينج ضربت ليه محطات الغاز؟ ما ضربتش محطه الكهرباء ذات نفسها، لان ضرب محطه الكهرباء يا جماعه ده ليه تاثير عميق جدا، ده هينهي الحرب، لكنه هيدمر البنيه التحتيه الايرانيه اللي امريكا محتاجاها عشان تسرق البترول بتاعها. فلن تلجا امريكا والكيان الى الخطوه بتاعه ضرب محطات الكهرباء الا لو تاكدوا من داخلهم ان ايران لن تستسلم. يعني هم ضربوا دلوقتي حقل باريس، ده مسؤول عن 75% من الغاز الطبيعي اللي بيشغل حوالي 90% من كهرباء ايران. هم كده بيحاولوا يعملوا مع ايران ايه؟ 3 حاجات. الحاجه الاولانيه استسلام غير مشروط، استسلمي بقى. ازود ولا تستسلمي؟ استسلمي وما تنطقيش، وتغيري النظام زي ما احنا عايزين، وهتدينا النفط ومش هنوديه للصين كله. 2، بعد فشل العمليه العسكريه اللي عملها ترامب في القواعد العسكريه الايرانيه في جزيره خرج الايرانيه، بعد فشلها في الضغط على ايران عشان تفتح مضيق هرمز، هو دلوقتي بيعلي الليفل شويه، بيقول لهم خلي بالكم، انا مش عايز اضرب الحاجات بتاعت البترول في بتاع جزيره خرج، بس انتوا كده هتضطروني بقى ان انا اضلمها عليكم. وكينج علمنا وفهمنا هو ليه ضرب القواعد العسكريه في جزيره خرج الايرانيه وما ضربش منشات النفط. لان لو ضرب البترول في جزيره خرج مصيبه على الاقتصاد العالمي، كارثه. فقواعد الاشتباك مرهونه بالاقتصاد العالمي، ما ينفعش امسك تيك واضربه في ايران، ما انا كده هنضرب انا كمان، ما ينفعش. 3، نقل الفوضى سلاح ايران الاخير من خارج ايران الى داخلها. امريكا تعلم كويس جدا جدا ان في ايد ايران كارت. ايه الكارت ده؟ الفوضى في كل منطقه الشرق الاوسط. تلجا ايران لهذا الكارت لما تحس انها خلاص بتفرفر. امريكا عايزه تقول لايران طب خلاص تمام ماشي، خد اللسعه دي. فخد اللسعه دي يعني الكهرباء تطفي، الكهرباء تطفي يعني ممكن تحصل عمليات داخليه في النظام الايراني، ممكن ان يتوجه المعارضون، ممكن السيطره على التلفزيون الايراني، اذاعه بيان انقلاب. الكهرباء مطفيه يعني ما فيش اي حاجه خالص شغاله في الدوله، وتكثر الفوضى داخل الدوله. فامريكا عايزه تنقل الفوضى اللي ايران عايزه تعملها من خلال اذرعها والصواريخ والمسيرات، عايزه تنقلها من رغبه ايران في انها تعملها خارجها الى داخلها. السؤال دلوقتي كينج، بماذا رد النظام الايراني يا كينج؟ محمد باقر رئيس البرلمان الايراني طلع النهارده وقال العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا خرابي يا كينج، يعني ايه؟ يعني ايران دلوقتي هتستهدف حاجتين اتنين، هتستهدف المنشآت النفطيه والغاز الطبيعي الموجوده في الكيان، وهتستهدف المنشآت النفطيه وحقول الغاز الموجوده في الدول العربيه. وحصل النهارده بالفعل من دقائق استهدفت ايران منطقه اسمها راس لفان الموجوده في قطر، لدرجه ان شركه قطر للطاقه اعلنت باضرار جسيمه. استهداف المنشآت النفطيه والغاز الطبيعي كارثه، مصيبه سوداء على العالم، كارثه اقتصاديه دي خلاص عرفناها العالم كله عرفها، لان بتؤثر على الامدادات، فبتزود المطلوب عن المعروض، فبيحصل تضخم في السعر، ويزداد سعر البترول وسعر الغاز وسعر الدنيا وسعر المنتجات، وتضخم في الدولار وبلاوي سوداء. طب كارثه بيئيه ليه يا كينج؟ خبر اسود ومهبب، ده علشان يطفوا حقل مولع ممكن يقعدوا فيه 3 4 سنين. بير بترول ولا بير غاز مولع يا جماعه، طاقه لا نهائيه، هيطفوا بايه؟ الطبيعه هنا تتغلب على الانسان، تتغلب على تكنولوجيا الانسان. زي الحرائق اللي بتحصل في امريكا، بيعرفوا يطفوها؟ لا، بيسيبوها كده لحد ما خلاص بقى ايه، الرياح تقف وما شاء الله يعرفوا يتصرفوا. الانسان مستحيل يهزم الطبيعه. الانسان حاول ان هو يحود الطبيعه في انها تخدمه في حاجه زي غاز الكمتريل، غاز الاستمطار، ان بيعمل فرق جوي ما بين السحب
وبعضها فيعمل مطره ويعمل اعاصير والكلام ده. لكن الانسان لن يقدر ان يتغلب على الطبيعه 100%. بير غاز او بترول مولع كارثه بيئيه لم يشهدها العالم. والسؤال دلوقتي لازم نساله نفسنا، كينج، الضربه طلعت من الكيان، ماذا يعتقد الكينج؟ يعتقد الكينج ان الكيان ضرب الضربه دي من غير ما يرجع لامريكا. ليه يا كينج؟ لسبب بسيط جدا. الكيان داخل الحرب دي بعقيده دينيه 100%، ما يهموش الاقتصاد. امريكا لا، امريكا داخل بعقيده دينيه وحته اقتصاديه. عشان كده امريكا دايما ترامب بيتكلم ان هو مش عايز يستهدف المنشآت النفطيه او محطات الكهرباء، لانه مش عايز يدمر البنيه التحتيه لايران اللي هو كترامب عايز بعد كده يستولى عليها. انا عايز اسرق النفط بتاعكم، فمش هدمر بتاع الحقول بتاعتكم، لا انا افضل اعصر فيكم. عكس الكيان ما بيهموش حاجه. فانا اعتقد من وجهه نظري ان العمليه دي تمت بدون علم امريكا، الكيان اللي عملها بدون علم امريكا. هذا الله اعلم، وممكن يتضح الساعات الجايه الكلام اللي انا بقوله او عكسه. السؤال دلوقتي كينج، هل تكرر ايران سيناريو العراق وسيناريو صدام حسين بعد عاصفه الصحراء؟ عاصفه الصحراء العراق دخلت غزت الكويت، فالعالم حذر العراق انها تطلع، العراق ما سمعتش الكلام، فبدات امريكا هجوم مع دول عالميه، مع حلف الناتو ودول عربيه، هجوم عاصفه الصحراء او غزو الخليج. دخلوا حرروا الكويت من الجيش العراقي. الجيش العراقي لما احس بالهزيمه طبق نظريه الكل في الكل، والجيش العراقي بينسحب من الكويت، ولع او اضرم النار في ابار نفط كويتيه. الشيء اللي اثار غضب امريكا جدا جدا جدا، لان ده بيؤثر على الاقتصاد العالمي اللي هو في ايد امريكا، وبيؤثر على الدولار اللي هو في ايد امريكا، وبيخلق نوع من انواع العصيان المتمرد لاوامر امريكا. انا امرتك تنسحب وخلاص انسحبت، بتولع ليه؟ وقد كان ان صدام حسين عمل نظريه اكون او لا اكون او الكل في الكل، مما اجبر امريكا على انها تعمل له حاجه اسمها ممر الموت. الجيش العراقي وهو بينسحب من الكويت على مسافه حوالي 5 كيلو متر، الطيارات الامريكيه والمدافع الامريكيه قصفت الجيش العراقي، دغدغته، دمرته. العالم كله مرتبط ببعضه بحاجه اسمها اثر الفراشه، لدرجه ان حقل بترول في السعوديه ممكن يخلي المواطن في امريكا يستنزف اقتصاديا. ممكن يخلي بير غاز في قطر، الدوله الصغيره جدا 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 جدا، يخلي اسعار الطاقه في اوروبا ترتفع، واسعار الغذاء ترتفع، واسعار كل حاجه ترتفع، لان العالم مرتبط مع بعضه كده اهو باثر الفراشه. عشان كده لما يطلع كينج الناس، كينج العالم الغلبان ده، يقول لك خلي بالك لما بير بترول في السعوديه ولا قطر ولا ايران ولا حاجه ياثر على العالم، لما اطلع اقول لك ان مصير العالم ده كله مرتبط بامريكا، ما تطلعش تقول لي يا كينج انت كده بتهبل، ما تطلعش تقول لي يا كينج انت كده مدي امريكا قوه زياده عن اللزوم، ما تطلعش تقول لي يا كينج انت مضخم امريكا زياده عن اللزوم. امريكا مش متضخمه، امريكا كده كده ضخمه. بير بترول في قطر، دوله قد كده اهو، ممكن ان هو يشيل الاقتصاد العالمي. ما بالك لو الدولار المتحكم في 60% من الاقتصاد العالمي وحركه التجاره العالميه والبنوك المركزيه، لو حصل له حاجه هيحصل ايه في العالم؟ العالم كله مرتبط ببعضه باثر الفراشه، ومفيش غير حاجه واحده بس اللي تقدر انها تتعدى حدود وتتمادى على اثر الفراشه. ايه الحاجه دي يا كينج؟ كينج الناس، كينج العالم، اخطر واذكى رجل عرفته البشريه على مر تاريخها، النمر 1، اخر امل للبشريه، الوحيد اللي يقدر ما يتاثرش عليه بالفراشه، بالخرتيت ماشي.